السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات ازاي تخلي بيتك سمارت. النهارده بنتكلم زي ما وعدناكم في الحلقه اللي فاتت على الريفيو لتاني قطعه سمارت معانا من شركه نيما سمارت. الشركه دي هي شركه اصحابها مصريين، وكان عندهم شغف وحب للسمارت هوم زينا كده، لكن هم كانوا ايجابيين اكتر وشافوا ايه القطع السمارت الموجوده في السوق وايه العيوب اللي فيها، وانتجوا بالفعل وصنعوا قطع سمارت جديدة ما فيهاش العيوب او بتحاول تتلافى العيوب اللي موجودة في السوق دلوقتي. من ضمن القطع الجميلة اللي انا انبهرت بيها بصراحة القطعة اللي انا بتكلم عليها النهاردة، وهي زيجبي سمارت سويتش. هسيب لكم تحت في وصف الحلقة اللينك بتاع الفيسبوك بتاع شركة نيمو سمارت. القطعة اللي معانا النهاردة اسمها زيجبي وول سويتش، ومن اسمها فهي شغالة ببروتوكول الاتصال الزيجبي. وزي ما انتم شايفين هي قطعة شبه قطع سمارت كتير موجودة في السوق، لكن هي مختلفة عنهم، وده ظاهر جدا في الديزاين اللي معمول في القطعة. القطعة من بره مميزة جدا بالألوان بتاعتها، 3 خطوط من اللون الأسود مع خلفية من اللون الأبيض، وده مخليها شيك جدا جدا، وكمان بيخليها تناسب أي لون غرفة هتتحط القطعة السمارت دي فيها. واحنا عارفين طبعا ان اللون الأسود واللون الأبيض بيمشوا مع أي لون تاني، ودي كانت أول ميزة للقطعة. تاني ميزة للقطعة وهي ان لون الإضاءة لما بتكون مطفية بيكون لونها أبيض، وفي مايل كده للون اللبني او اللون الازرق خفيف، ولما بتكون شغاله يعني لما ندوس عليها كده ونشغلها بتتحول للون الدايره لونها اخضر. بصراحه الشغل اللي معمول في الالوان بصراحه جميل جدا جدا ومتعوب فيه، علشان بيخلوا الالوان هاديه وفي نفس الوقت بتناسب اي لون هتتحط معاه. يعني مثلا الاخضر ده مش اخضر سوليد كده اللي هو كلها خضرة، هتبقى مع اي لون تاني ممكن تعمل مشكلة تخلي الالوان مش متناسبة. لا، ده هو حتة دايرة بس بسيطة ولونها اخضر. وحتة الالوان وحتة اللون الاسود ده خلت ان هي تقدر تتغلب على القطع السمارت اللي موجودة في السوق، زي مثلا قطعة السونوف. زي ما احنا شايفين هنا القطعة هي كلها ابيض وهي شيك طبعا، لكن مش باين فين. انا بالنسبة لي انا قاعد هنا مش شايف فين مكان التلاتة سويتش، وهل حتى اذا كانت منورة ولا لا. يعني انا حتى اديني ادوس هنا الاضاءة يعني مش مبينة خالص، الاضاءة اللي فوق دي مش مبينة خالص هل السويتش منور ولا لا. وشرحت لكم بالظبط المميزات والعيوب، هتلاقوا اللينك فوق في الحلقة. الميزة اللي بعد كده ان هو بيبقى شغال بالزيجبي، وطبعا احنا قلنا في الحلقة اللي فوق دي مميزات الزيجبي وقد ايه ان هو في حالات كتير بيكون افضل من الواي فاي. وكقطعة سمارت شغالة بالزيجبي فده بيخليها تقدر تشتغل على اي زيجبي ستيك، اذا كانت بتاعة شركة سونوف او الكومبي 2. والميزة التانية ان هي بتقدر تشتغل على الهب بتاع شركة تويا، والهب بتاع شركة اللي هو الزيجبي هب بتاع شركة تويا، وتقدر تشتغل على الزيجبي هب بتاع شركة سونوف. فدي حاجة مش متوفرة في قطع تانية. بالنسبة لطريقة التوصيل هبدأ افتح لكم القطعة ونشوف ازاي بتقدر توصلها. ابدأ افك القطعة السمارت، وطبعا هي بأي مفك كده صغير بتبدأ
بتاعنا، فانت تقدر تتحكم فيها. لما تقدر تدخل على السيستم من بره البيت تقدر تدخل على القطعة دي وتشغلها برضو وتتحكم فيها من اي مكان في العالم. يعني مفرقتش زيها زي اي قطعة سمارت شغالة بالواي فاي، بخلاف طبعا ان هي فيها مميزات افضل من الواي فاي. من المميزات طبعا الجميله ان الزيجبي احنا عارفين انه سريع جدا، وعندي زي ما وضحت لكم قبل كده في الفيديو اللي هنا ان المطبخ فيه قطع سمارت زي السمارت الميني وول سويتش، ده موجود في الشفاط وموجود في اللمبه اللي في المطبخ. بعض الاحيان بكون قاعد هنا على بعمل حاجه على اللابتوب او قاعد هنا والمطبخ مثلا قفش او هيقف مثلا لسه بعد حسب الاوتوميشن اللي انا عامله بعد 5 دقايق او 10 دقايق، فانا بدل ما اقوم واروح واجي انا كده كده عملت اوتوميشن جديد بحيث ان انا اقدر اضغط من هنا على الزرار ده وزي ما انتوا شفتوا طفى على طول. الاوتوميشن باختصار ان انا اول ما بضغط على الزرار ده بيقفل الاربع انوار الموجودين عندي في المطبخ وبيقفل الشفاطين وبيرجع يقفل تاني الزرار. وبكده انا وفرت على نفسي ان بدل ما اقعد اروح لغايه المطبخ هناك واقعد اطفي الانوار او ادوس على الزرار السمارت اللي هناك، بقى جنبي وسهل وفي متناول اليد. الموضوع ده حل لي ازمه لغايه ما نقدر نتحكم في الاجهزه اللي شغاله بالزيجبي عن طريق اوامر الصوتيه وتكون مفعله بشكل كامل. هي لغايه دلوقتي لسه ما اتفعلتش بشكل كامل، وخصوصا على الهوم اسيستنت بيحاولوا فيه، وهم حتى السنه دي مسمينها يير اوف فويس، يعني السنه بتاعه الصوتيات، وهم شغالين بشكل جبار على ان هم يقدروا يتحكموا في الهوم اسيستنت، يكون فيه مساعد شخصي صوتي تقدر تتحكم في الاجهزه بتاعتك. حته بقى كده خاصه بالمحترفين بس، لو عايزين نتكلم واقول لكم ازاي قدرت اتحكم في القطع السمارت عندي اللي شغاله بالزيجبي عن طريق الاوامر الصوتيه، اعمل لايك للفيديو ده. ان شاء الله اشوفكم الحلقه اللي جايه على خير. سلام.